المغرب ألوان وانت أين لون؟ مرحبا بكم معايا في هذه الحلقة الأولى من سلسلة خفيفة ظريفة مجموعة كبسولات حول الثقافة المغربية. اليوم غادي نديرو جولة شاملة في هذا التنوع الثقافي ديال بلادي. كيف كنقولوا هذه البلاد عندنا بحال الزربية التقليدية، كل لون فيها كيروي قصة وحكاية. المغرب بلاد كتجمع بزاف ديال الثقافات، من العرب الامازيغ للصحراويين، وزاد عليهم التاثيرات اللي جات من الاندلس وافريقيا. كل منطقه عندها لون خاص، نكهه متميزه وروح تزيد هذه اللوحه جمال ورونق. الشمال وزواق الاندلس. نبدا من الشمال، من المدن اللي حافظت على هذا الطابع الاندلسي بحال تطوان وشفشاون. الازقه هنا مزينه باللون الازرق، البيوت بواجهاتها البيضاء وزليجها الاندلسي كيخلي الزائر او اي توريست جا كيحس كانه غادي في شي مدينه من زمن اخر. حسيتوا بهذا الشيء ولا لا؟ وكاين اللباس التقليدي بحال القفطان الشفشاونيه لالا اللي كيمتزج فيه الفن الاندلسي مع الاصاله المغربيه. الجنوب قلب الثقافه الامازيغيه النابض. الا نزلنا شي شويه غادي نلقاو الامازيغ حبابنا الغزلان كيشكلوا جزء مهم من الهويه المغربيه والاساس ديالها، خصوصا في الاطلس والجنوب الشرقي. العائلات كتحتفل بإيد يناير اللي هو رأس السنة الأمازيغية، كيتجمعوا فيه الأهل والحباب والجيران وكيحتفلوا بعام جديد كرمز للتجدد. كاينين كذلك الأهازيج والرقصات التقليدية بحال أحواش وأحيدوز. فنون كيحتفلوا بها في الأعراس وكيجتمعوا الناس في واحد الجو رائع ديال البهجة. بحال اللي كنقولوا التراث كيتسقى بالناس ماشي بالحجر. المطبخ المغربي، وما ادراك ما المطبخ المغربي، كل نكهه في كل زاويه. المطبخ المغربي اللي كيقول عليه المثل المغربي ما يشبع غير بالكسكسو ولا الطاجين. ومع ذلك التنوع ديال المطبخ المغربي كيبان في كل منطقه، كل طبق كيحكي لنا قصه وحكايه. في الشمال كاين طبق البسطيله، ويا سلام عليك يا البسطيله اللي كتحضر بالدجاج ولا بالحوت وكتخلط بالحلاوه والملوحه بواحد الطريقه فنيه بحال كتعاود لك شي حكايه عن قصه الاندلس. في الجنوب كنلقاو تاكله، طبق امازيغي كيتحضر بالذره والقمح وكيعكس بساطه وكرم اهل الجبال. نجربوا شي نهار. اما في الصحراء فكاين اطباق كتميز باللحم ديال الجمل بحال المدفون اللي كيطيب في الرمله وكيعطي واحد الطراوه واحد النكهه خاصه. كنعاودوا عليه، كنتمنى نذوقوا شي نهار. الامثال المغربيه. حكم وأمثال لكل منطقة، كل منطقة عندها أمثال كتعكس ثقافتها وحكمتها. بحال واحد المثل كل شجرة بظلها، كل قبيلة بعاداتها، اللي كيعني أن كل منطقة زينات بلادنا بتقاليدها، كل لغمة عندها حكاية. ولا مثل اللي ما عرفك خسرك اللي كيجي من الفلسفة الشعبية ديال التقدير والاحترام. هاد الأمثال بحال دروس كتعلمنا قيم اجتماعية، كتجمعنا وكتوحدنا رغم اختلافاتنا. الهندسة المعمارية الفسيفساء المتنوعة. الهندسة المعمارية المغربية كتجمع بين الأندلسي، الإسلامي، الأمازيغي بواحد الطريقة زاهية. في مراكش كنلقاو الرياض التقليدي، البيت اللي كيطلع على الساحة الداخلية مزينة بالزليج المغربي وفص منها النافورة. فاس معروفة بمدارسها العريقة بحال مدرسة العطارين اللي كتجمع بين الزليج والزخرفة القبصية أو القبص والنقش الخشبي، كلها كتزيد الفضاء روحانية وجمال. يا سلام.
الموسيقى المغربية نغمات بحال الألوان. الموسيقى المغربية بحال اللبس والأكل والمطبخ، كتجمع بين عدة ألوان. عندنا العيطة اللي كتجي من الغرب واللي كيغنيوها في العرس والاحتفالات الكبيرة، كتروي قصص أبطال شعبيين وكتربط الناس بالأرض. موسيقى قناوة في الصويرة اللي جاية من إفريقيا، كتجمع بين الإيقاعات الإفريقية والتأمل الروحاني، ولا ليها جمهور عالمي واسع كيحج للصويرة كل عام باش يستمتع بهذا الفن. ومن جبل الأطلس كنلقاو موسيقى الروايس اللي كيغنيوها الفنانون الأمازيغ وكيحكيو فيها على قصص حب وحكمة ومعاناة السكان ديال الجبال. الله يرحم لك رويشة. ناسي ناس ميرين. الطرب الأندلسي، هذا الفن الموسيقي كيبان خصوصا في مدن تطوان، فاس، الرباط، كيتسم بالهدوء الرقي وجذوره راجعه للموروث الأندلسي. أنا كيعجبني العيد غير بالأندلسي. الملحون اللي ازدهر وكيزدهر في مدن مراكش وفاس ومكناس وسلا، وكيتميز بالشعر الزجلي اللي كيعبر عن القضايا ومشاعر الشعب المغربي بطريقه عميقه. ارحمي يا راحت العقل ترحمي، من شفاك طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليه رفيها الغزال فاطمه. ارحمي يا راحت العقل ترحمي، من شفاك طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليه. الموسيقى الصحراويه فن غني كيعكس اصاله وثقافه اهل الصحراء. وكيبرز خصوصا في مدن كالعيون، الداخله وقلميم. هذه الموسيقى كتعتمد على ايقاعات قويه والات تقليديه، وكتعبر على حياه الصحراء ومواضيع بحال الفخر والكرم والارتباط بالارض. من اشهر انواع الموسيقى الصحراويه كنلقاو اغاني المديح الحساني اللي كتنشد باللسان الحساني وكتحكي على البطولات وعلى الاخلاق، وكتجمع الناس في احتفالات في مناسبات عائليه بحال الاعراس والمواسم. زوين وشعبي قليبو، زوين ضرب ربي يجيبو. كاين تنوع ثقافي في الزي المغربي التقليدي وذلك حسب المناطق. عندنا مثلا اولا الشمال، تطوان، شفشاون، طنجة، وزن وما جاورها. القطر المغربي بتاثيرات اندلسيه كيتزين بالتطريز الفاخر. اللي عطاك الله مثله ما نلقاه، ديما في بالي ونهار والليالي، مثلك عيني ما أرى، انت تجيني ونراك. في الجنوب كنلقاو في مراكش او فاس القفطان الفاسي فيه الدقه الفخامه في التطريز. تكشيطه اللي هو واحد اللبس طويل راكم كتعرفوا غني عن التعريف مزخرف. في الاطلس والجنوب الشرقي كنلقاو اللباس الامازيغي بحال البلغه الامازيغيه والجلباب الصوفي. القفطان الامازيغي المصنوع من القماش المزخرف. في الصحراء في العيون، في الدخله، في قلميم كنلقاو الجلباب الصحراوي او الدراعيه اللي مصنوعه من الاقمشه الخفيفه وملونه بلون فاتح، غالبا ما تيكون ازرق فاتح. الدار البيضاء، الرباط كنلقاو الجلابه المغربيه اللي غالبا بيضاء ولا كحله مع تصاميم بسيطه. المهم كل زي كيعكس الهويه الثقافيه والمناخ واحتياجات المجتمع في المنطقه. والزي الفتيش بيني وبينكم واللي غادي يشهد به كاع المغاربه اللي ما يمكنش يغيب على خزانه الملابس المغربيه هي الجلابه المغربيه اللي واحده من اشهر الازياء التقليديه في المغرب، كتميز بتصميمها البسيط
وشكلها المريح اللي كيخليها مناسبه لجميع الفصول والمناسبات. يا الغزالة جات عليك جلابة ما طي عندك مانك عيون بالهبة فاسية جات عليك جبابور تستاهل الرون جديدة وانا شيخور. وبكل فخر واعتزاز وكوني من مدينة وزن الحبيبة العريقة كنتشرف نقدم لمحة عن واحدة من أجمل رموز التراث المغربي وهي الجلابة الوزانية. هاد الجلابة اللي كتمثل فخر الأهل وزان والجميع المغاربة كتجسد أصالة الحرف اليدوية المغربية وجمال التفاصيل الدقيقة اللي كتميزها عن باقي الأنواع. شايلها دار الطمانة شايلها دار الطمانة شايلها دار الطمانة. الجلابة الوزانية كتميز بتصميمها الفاخر والأنيق، كتصنع وكتعرف بجودتها العالية وتفاصيلها الدقيقة. أهم مميزات الجلابة الوزانية وعلاش لا بغيتي دير جلابة سير الوزان. القماش كيتصنع من أقمشة فاخرة بحال المخمل أو القطن الفاخر. التطريز كيتميز بتطريزات يدوية دقيقة وملونة. 3 الألوان غالبا ما كتكون داكنة بحال الزرق ولا الكحل ولا البني وتتزين بتفاصيل لامعة أو ذهبية. أو كتعتبر غالبا الجلابة الوزانية بالخصوص مناسبة لكل مناسبة رسمية بحال العرسات والمناسبات الدينية وكتعتبر رمز للفخامة والأصالة المغربية. هذه كانت جولة خفيفة ظريفة صغيرة في بلادي المغرب اللي زاخرة بالألوان. كل لون كيضيف اللوحة الكبرى اللي كتشكل المغرب ألوان، من اللباس للمطبخ للهندسة للموسيقى وبزاف د الاشياء اخرى غادي نكون غفلتها. تفاصيل كتخليك تحس ان المغرب بحال الزربيه اللي كل خيط فيها عنده مكانو. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه الرحله معايا، وكيف ما كنقولوا اللي شاف شي حاجه زينه يقول الله يبارك. المغرب الوان، وانت اين لون؟